السلام عليكم يا دكاترة. في فيديو النهاردة هنحل تدريبات محاضرة البون والكارتريج، محاضرة رقم 2 و3 اناتومي. أول سؤال البريوستيال ارتريز بيقول لك سبلاي ايه. انا قايل لك البريوستيال ارتريز كانت سبلاي الاوتر 1 ثيرد اوف بون كورتكس. الكورتكس بتاع البون كانت متقسمة تلت وتلتين. التلت الخارجي كان بيغذيها البريوستيال ارتري. طب الديبر تو سيرد التلتين اللي يمت جوه، اللي يمت الانر يمت جوه، كان بيغذيها النيوترون. حتى في الداتا اهو البروستيال ارتريز بتغذي الاوتر 1 سيرد، اما النيوترنت كان بيغذي الانر تو سيرد. السؤال اللي بعد كده نيوترنت ارتري سبلاي كان سبلاي 3 حاجات او 4 حاجات: الميدالري كافيتي، الكافيتي اللي في قلب البون اللي في قلب الشافت اللي في قلبيه البون مارو، يعني هو بيغذي الميدالري كافيتي وبيغذي البون مارو. ولسه قايلين بيغذي الانر تو سيرد اوف بون كورتك. واخيرا الميتافيزيس، في حاجه واحده بس موجوده في الاختيارات اللي هي الميدالري كافيتي. بص النيوترانت التري سبلاي الميدالري كافيتي اللي في قلبي البون مارو، يعني لو قالك البون مارو او الميدالري كافيتي الاتنين صح، لان الكافيتي ده محشي بون مارو، تمام، اللي هو نخاع العظم. بعد كده والانر تو سيرد اوف كورتكس. تالت حاجه او رابع حاجه الميتافيزيس. يبقى النيوترانت التري بيغذي 4 حاجات. السؤال اللي بعد كده الوايت فايبر كارتري. الوايت فايبر كارتريج موجود فين؟ الوايت فايبر كارتريج كان في الانترا فيرتبرال ديسك. الاي في دي معناها اختصار للانترا فيرتبرال ديسك. اللارynx، البرونكاي، الاكسترنال اير، دول كانوا هايلاين كارتريج. في الداتا الوايت فايبر كارتريج كان من امثلته الانترا فيرتبرال ديسك اللي هو الاي في دي. اللي بعد كده which of the following is membranous bone. الهيومرس، التibia، الفيمر. الهيومرس والتibia والفيمر من الاخر عبارة عن لمبس، عظم من عظام اللمبس الاطراف. احنا متفقين ان البونز اوف لمبس والبونز اوف ثورacيc كيج القفص الصدري عبارة عن كارتينيجينس، يعني جاي من كارتريج. اما الممبرينس كانت الفولت اوف ذا سكال وبارت من الكلافيكل. يبقى الإجابة اللي موجودة عندك فولت اوف ذا سكال هي اللي كانت ممبرينس. بيقول لك السؤال اللي بعد كده مين اللي ميكسد اوسيفيكيشن. انا كنت حافظها كده ميكسد ماندبل وجزء اتضاف عليك البارت اوف كلافيكل، يبقى الماندبل وبارت اوف كلافيكل. بعد كده which of the following bones is short. كالبر وتارسر. الكالبر والتارسر اللي هما رزغ اليد ورزغ القدم، كالبر وتارسر هما اللي شورت اهو. بيقول لك الشورت بون كاربال وتارسر بون. بعد كده بيقول لك من النيوماتيك يعني فيها هوا، كانوا 2 مكتوبين عندك في الداتا: ماكزيلا وسيفينويد. نيوماتيك بون يعني في قلبي اير سبيس، مساحة فاضية فيها هوا زي ما انت شايف كده، شبه الماكزيلا والسيفينويد. ودول عشان يخففوا وزن السكال ما تبقاش تقيلة، تبقى معباية هوا، فبالتالي مش هتبقى تقيلة. بعد كده بيقولك الاستراكشر اللي بريزنت في الاول تايبس اوف بون، اللي موجود في كل انواع البون. الكومباكت بون وموجود عندك في الداتا. الكومباكت بون ده الكورتكس، القشرة بتاع كل التايب اوف بون. كل التايب اوف بون فكومباكت بون لان ده القشرة اللي بتغطيه. وواضح جدا بيست ديفلوبد في اللونج بون، تمام. وهارد اوفر لايك عامل شبه العاج اللي هو بتاع الفيل، الاتنين بيض ونفس الحاجة يعني. وده هدفه ايه؟ يمنع ريسيست ذا بيندينج اند تويستنج. لما تيجي تتني العظمة او تتني رجلك العظمة يحصلهاش حاجة، ما تتكسرش مثلا. يبقى الإجابة كومباكت. بيقولك بعد كده مين اللي مش جزء not part of appendicular skeleton. appendicular اللي هو الهيكل الطرفي، اما الاكزيال المحوري. السكابيولا اللي هي لوح الكتف، طبعا كانت من الحزام الصدري فبالتالي هيكل طرفي. الكلافيكل الترقوة، الكلافيكل والسكابيولا لوح الكتف والترقوة الاتنين تبع الحزام الصدري يعني هيكل طرفي. الريديوس القعبرة تبع برضو الطرفي. الريبس الضلوع، لا الضلوع كانت تبع القفص الصدري، فده هيكل محوري موجود في نص جسمك، يبقى الريبس. التبيا دي اللي هي القصبة كانت هيكل محوري برضو لأنها من عظام الرجل. بعد كده all of the following are hyaline cartilage except كله هايلاين ما عدا واحد مش هايلاين. النوز كانت هايلاين، articular cartilage هايلاين، التراكية هايلاين. النوز والتراكية لما بيخشوا فيهم هوا، النوز مناخيرك، بعد كده التراكية والبرونكاي والكلام ده كانوا هايلاين، كانوا هايلاين فعلا. والارتيكولار كارتريج اللي هو عند سطح التمفصل اللي هو بيغطي مثلا العظمة عند المفصل بتاعها هايلاين. اما الانترا فيرتبرال ديسك لسه قايلين من شوية وايت فايبر كارتريج. يبقى الإجابة intravertebral disc. أقول لك concerning the periosteum all true except، يبقى أنا عاوز كله صح ما عدا واحدة غلط.
الإجابة هتكون ال cover all body of the bone، لأن البيروستيوم ما بيغطيش الحتة اللي عليها cartilage. الارتيكولار cartilage ما بيتغطاش ببيروستيوم، بص معايا في الصورة كده، هتلاقي البيروستيوم اهو لحد الحتة دي. طب الحتة الباقية بنغطيها بإيه؟ بارتيكولار cartilage. يبقى ما بيغطيليش كل البون، كل البناية بتاعتي. الجزء ده متغطي بإيه؟ بارتيكولار cartilage. طب الباقي بقى اللي تحت الشفت وكده متغطي بإيه؟ بيروستيوم. مهم في الجروز بتاع البون في السكنس، هو مهم جدا ان هو بيخليها تكبر في السكنس في السمك. طب في اللينس في الطول، دي كان البليت الابيفيزيال بليت. it's important in innervation and nourishment. كان بيوصل لها الاعصاب، وكان بيوصل كمان النورشمنت التغذية عن طريق الاوعية الدموية. هو عبارة عن fibrous membrane. ايوه عبارة عن fibrous membrane. بعد كده بيقول لك the sesamoid bones have the following characters except. اول حاجه from its example بيزيفورم وكاربل. بيزيفورم ماشي، كاربل لا، كاربل وترسل لسه قايلين من شويه شورت بون، يبقى الاجابه دي. they have no peristeum. they are bony nodules. ايوه، وكانوا محطوطين في قلب تندون او joint capsule. it's important to resist the pressure and reduce the friction. ان كانوا بيقللوا الضغط والاحتكاك. هوريك، هنقرا الداتا بتاعته اهو. embedded في تندون او joint capsule، وريسيست البريشر بيقاوم الضغط، والريديوس الفراكشن بيقللوا الاحتكاك، وما عندهمش بريوستيوم غشائي بحوطهم. من امثلتهم باتيلا بيزيفورم. all of the following example of flat bone except. اكيد except الهيومرس كان من اللي هي العضد، اللي هي من العظام الطويله. السكال والريبس والسترنم دول كان فلات بون. بص عشان ما تنساهمش، الفلات اس سكال سترنم وسكابيولا. 3 سكال سترنم سكابيولا، سكال سترنم سكابيولا. وفي الاخر زود لي معاك الريبس الضلوع، سكال سترنم سكابيولا، وزود لي الريبس اللي هي الضلوع. يقول لي بعد كده the following bones ossify in cartilage except. اكيد الفولت اوف ذا سكال. اللي بيقولك اوسيفاي يعني حصل لها اوسيفيكيشن، تعظم في كارتريدج، ما عدا واحده، في واحده ما حصلش لها تعظم في كارتريدج، يبقى اكيد ممبرينس لا اما ميكسد. مين اللي كانت ممبرينس؟ الفولت اوف ذا سكال. بص معايا، الممبرينس كانت الفولت اوف ذا سكال وبارت من الكلافيكل. طب الكارتينيجينس كان البونز اوف ذا ليمبس. يجيب لك اي مثال، عظام الاطراف، يجيب لك الهيومرس العضد، الريديوس عباره معلش. البونز اوف سوراك الكيج، يجيب لك مثلا الريب، ما الريب ده من ضمن اللي هو الضلوع من ضمن سوراك الكيج. يجيب لك الاسترنم اللي هي عظمه القص من ضمن السوراك الكيج. فدول الكارتينيجينس. الميكسد مانديبل وكلافيكل، بارت من الكلافيكل يعني. يبقى الإجابة قلنا فولت اوف ذا سكال، لأن الفولت اوف ذا سكال مش كارتوليجينس، كانت ممبرينس. كده السيسمويد بون ار بوني نوديول، عبارة عن بوني نوديول، نتوء عظمي أو كتل عظمية. امبيدد فين؟ مغروزة فين؟ قايل لك كانت مغروزة في 2 تندون وجوينت كبسول. يبقى الإجابة A and D A and C. لسه قارينا من شوية the following hyaline cartilage all except. يبقى كله hyaline cartilage ما عدا واحد. مين؟ articular cartilage. بص انا هروح اراجعهم لك الاول. الهايلاين cartilage من امثلته الارتيكولار cartilage، الابيفيزيال، كوستال، الريسبيراتوري شبه النيزل المناخير، اللارينكس، التراكية، البرونكاي. اللارينكس اللي هي الحنجرة، التراكية اللي هي التراكية، والبرونكاي اللي هي القصيبات الهوائية. يبقى انا معايا الارتيكولار لسه قايلهولك، الابيفيزيال لسه قايلهولك، الكوستال لسه قايلهولك، النيزل لسه قايلهولك. الوحيد اللي انا ما قلتوش الاوديتوري والابيجلوتس، لان الاوديتوري والابيجلوتس كانوا تبع مين؟ كانوا تبع اليلو الاستيك كارتريج. وكمان معاك الاكسترنال اير. concerning the white fiber cartilage قلت له اكسبت، يعني كله صح ما عدا واحده غلط عن الوايت فايبر كارتريج. انا قايل لك طالما هو وايت فايبر كارتريج، طالما هو وايت يبقى هو اكيد في وايت كولاجينس فايبر هي اللي مسؤوله عن اللون الوايت بتاعه. اتس وايت ان كلر، اكيد يعني من الاسم. اتس اوبيك، كان غامق فعلا. بعد كده بيقول لك اتس سوفت، سيبك من الاختيار ده، بعدلهولك. اتس سوفت لين طري، لا ده كان هارد. واصلا بيقول لك ان هو موجود في الاماكن اللي فيها جريد بريشر، فيها ضغط كبير، فبالتالي لازم ربنا يخلقه هارد طف ناشف عشان يستحمل الضغط ده. يبقى الاجابه دي هي الغلط عن الوايت فايبر كارتلج. بعد كده الانترافيرتبرال ديسك الاي في دي لسه قايله لك من شويه وايت فايبر كارتلج. بعد كده اليلو الاستيك فايبر كارتلج is found in the following sites except. قايل لك اليلو الاستيك كان موجود في الكاستنر اير، كان بتموت الاوديتوري تيوب، الابيجلوتس. اما النيزل كارتلج كان هايلاين. النيزل كارتلج كان هايلاين. بتوع الريسبيراتوري التراكية البرونكاي النيزل كارتلج كانوا هايلاين. which of the following long bone hasn't medullary cavity. ما عندهاش medullary cavity. مين اللي ما عندهاش medullary cavity؟ كانت الكلافيكل.
يعني من الاخر مصمطه، ما فيهاش تجويف جوه، ما فيهاش كافيتي. كان من امثله الاتيبيكال لونج بون، مش نموذجيه يعني، ما فيهاش كل الاستراكشر بتاع اللونج بون. كان من امثلتها الكلافيكل، وقال لك انه نو ميدالري كافيتي، ما فيهاش تجويف من جوه زي مش زي العظمه دي. العظمه دي مجوفه من جوه. الكلافيكل بقى اللي هي التركوه ما فيهاش تجويف. كده نيوترانت ارتي سبلاي اول اوف ذا فولوينج اكسبت الميدالري كافيتي والبون مارو اللي فيه والميتافيزيس والديب تو سيرد اما الاوتر وان سيرد كان البيروستيا. لسه قايلين اول سؤال واحنا حلينه ذا بلاد سبلاي اوف ذا لونج بون انكلود. اللونج بون كان عباره عن ايه؟ كان فيها ميدالري كافيتي. هوريك الصورة اهو. اللونج بون كان فيها ميدالري كافيتي، وده بيتغذى بالنيوترانت ارتري. تمام. فالنيوترانت ارتري موجود في اللونج بون عادي. كان فيها ابيفيزيس وبيتغذى اهو بفيزيال ارتري. كان فيها ميتافيزيس وكانت بتتغذى بالميتافيزيال ارتري. كان فيها بيروستيوم وبتتغذى بالبيروستيال ارتري. يبقى البلاد سبلاي بتاع اللونج بون انكلود نيوترانت ارتري، بروستيال ارتري، ميتافيزيال ارتري عادي لانها كان فيها ميتافيزيس وكان فيها بروستيوم اللي هو الغشاء اللي بيغطيها، ونيوترانت ارتري اللي بيغذي الميتافيزيس والانر تو ثيرد اوف ذا كورتكس. ماشي. خلاص. يبقى الاجابه all of the above. بعد كده concerning the cartilage all true except كله صح ما عدا واحدة. non vascular ما كانش بيوصل له ولا أوعية دموية ولا أعصاب، فما كانش بيحس. بيقول لك الاختيار بعد كده sensitive بيحس، لا ما كانش بيحس. non sensitive ما بيوصلوش أعصاب. الريبير بتاعه صعب عشان ما كانش بيوصل له دم. radiolucent يعني شفاف يبقى الإجابة اللي احنا هنختارها sensitive. as regard الهايلاين cartridge all true except one. بالنسبة للهايلاين cartridge كله صح ما عدا واحدة. الهايلاين كان homogeneous، أنا كنت مسكمة كده اتش الهايلاين homogeneous. white in color لا ما كانش white، كان bluish white، أبيض مزرق. بتفرق، أصل اللي كان white الوايت فايبر cartridge، أما الهايلاين كان bluish white. تمام. يبقى الإجابة بي. فليكسبل ترانسليوسنت كان شفاف اصلا اسمه هايلاين يعني زجاجي، فبالتالي شفاف. بعد كده بيقول لك الجروس ان لينس في الطول كان مين؟ الابيفيزيال بليت. في الطول الابيفيزيال بليت. طب اللي كان في السكنس في السمك البيروستيوم اللي هو الغشاء.